مرحبا بك سيد، اهلا وسهلا، مرحبا بك في تونس زاده. لو كان تحكينا على لو كان تحكينا على هولندا غادي شنيا تعيشوا غادي توانسه والجو الرمضاني غادي. طبعا هو الجو الرمضاني صعب تقارنه بالجو الرمضاني في تونس. احنا علاش جينا توا باش نعديو الايامات الاخرانيين في رمضان مع الوالده الله يحفظها. وهذيك جو شويه مش كبير ياسر يعني. شنيا اللحمه ما بين توانسه غادي؟ لحمتهم موجوده مش موجوده؟ اقل شويه من السودانيين واللبنانيين والجنسيات الاخرى يعني اقل. يعني تلقاهم شويه متفرقين، ثم مجموعات صغار، لكن ما تلقاهمش جروب كامل كما السودانيين وكما الجنسيات الاخرى. الجنسيات الاخرى اكثر وعندهم مجموعاتهم قراب لبعضهم برشا يعني. منهم الصوماليين زاد كيف حتى كي يستدعيوا بعضهم ديما للافطار، كل واحد مره في دار، فامورهم باهيه احسن من ما جاي الباب ليله باب العرش باش يتحل. ان شاء الله هو يتحل في اي ايامات من الايامات الفرادة نتاع العشرة الاواخر ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا من فايزين احنا ان شاء الله، ان شاء الله وجمعين ان شاء الله. هذه مسابقة إلهية ماهيش مسابقة. ان شاء الله ان شاء الله. لا هو الجو بصفة عامة في تونس باهي برشا ديما كما متعودين عليه. والجو برا صعيب شوية مازال، يعني طبعا ثم ايجابيات كبيرة. ايجابيات لو كان تحكينا على الايجابيات ساعة. الايجابيات هو انك اذا كان انت البنيه التحتيه نتاعك موجوده من الوالدين من الصغرى، تتعود على النظام وتمشي منظم وامورك واضحه وتعرف كل شيء وين موجود. ما فماش تعقيدات في الحياه، كل واحد حياته مسطر ومعروف وين ماشي وين جاي. ما فماش يعني انحرافات على اليمين وعلى اليسار، ويعني الامور واضحه بصفه عامه. فهذه الايجابيات. سلبيات برشا، منهم الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي ما فماش بكل. فما بقى يعني خمسه تتسكر، وزاد ساعات تلقى ناس ساكنين على بعضهم زوج 3 كيلومتر، تقول له شفت فلان يقول لك عندي 3 شهور ما شفتوش وهو بعيد عليك 3 كيلومتر يعني. كل واحد لاهي في روحه. اي، فمن ناحيه الجانب الاجتماعي خساره كبيره، وهي خساره مضره على المدى الطويل. الجانب الانساني هذايا انساني اجتماعي هي مضره على المدى الطويل، خاطر المدى القصير يعني واحد ينجم يمشي حاله، لكن اذا كان نهار ورا نهار ورا نهار وما فماش جانب اجتماعي باش تلقى روحك كالروبوت تخدم الصباح وتروح تمشي للخدمه وتروح، وكان ثم بلوس في الفلوس اذا كان انت ما حطيتش فلوس على جنب باش تلقى روحك اذا كان باش تعيش حياه باهيه مستحيل تخلي فلوس. يبدا عندك الباز دو دوني من الاول بكل. هو المفروض لازم يكون عندك فلوس، راتب كبير. اذا كان الرواتب العاديه موجوده مستحيل انك تلمت فلوس، خاطر اذا كان باش تعيش حياه عاديه، اذا كان باش تعيش مخلط مع برشا ناس وما تاكلش برشا وما تمشيش برشا وما تسافرش برشا، تولي كيك تنجم تلمت شويه وتجيب هنا وتصرف هنا وخلاص. لكن مش تلميذه باش تبني ديار وتعمل كراهب والامور هذه كلها. تعيشوا برا يلزمهم قروضات، برشا قروضات، يلزمهم ترافيك شويه، ما ثماش حاجات. ولا السالير نتاعك يكون كبير، يعني يكون سالير باهي تنجم تمشي حالك، لكن غير هذا. عندك صغيرات؟ عندي طفل. امه تونسيه ولا انجليزيه؟ انجليزيه مسلمه الحمد لله. اي جاء معاك ولا لا؟ لا المره هذه لا، في العيد الجاي جاي ان شاء الله. كل مره يجي واحد ولا تجوا مع بعضكم زوج؟ لا ان شاء الله مع بعضنا زوج. وحتى هي امها زاده في انجلترا، هي مسلمه امها زاده. وهي كي تروح لازم تقسم الوقت بين دارهم بين عندنا هنا في تونس يعني. لكن العيد هذا جيت وحدي، والعيد الجاي ان شاء الله معاه. ان شاء الله. معناتها تو انت نحكوا على الاسعار، يعني انت تو كي جيت عندكش فكره على الاسعار نتاع تونس كاسعار هولندا؟ اسعار هولندا فما برشا حاجات ارخص مقارنه طبعا بالراتب بكل. يعتبروا ارخص مقارنه بتونس. تونس مثلا ثم اشياء في الغله ولا حاجات، يعني مثال بسيط. انا ذولي البنان كان قبل 15,000 يقول ولا 11 البارح، ب 3000 في هولندا. 3000 وموجود ديما، يعني مش ديما موجود. اي، ف 3000 3500 كان غلات. واشياء اخرى زاد فما رخيصه. اللحوم تقريبا ارخص شويه. قداش؟ 40 دينار الكيلو.
هي متقاربه يعني. اي لكن الراتب زاد مختلف شويه هذيك. لو هنا هذيك تنجم تعيش بها على مليون ونص، هناك تقصد المينيموم 4 ملايين ونص الى 5 ملايين تونسيه. لكن باش تحط انت ال 40 دينار ولا 50 دينار ما تبانكش برشا مقارنه بواحد ياخذ مليون ونص تونسيه يعني. 40 دينار تسمى يعني عرضه شويه من الجيب. تو الوالده تستنى فيك. اي شنو فطوركم الليله؟ لا اليوم قالت باش تعمل رز جربي وبريك شربة كالعاده طبعا. وعشاء الموتى هو باش يخرج هذا الليله؟ عشاء الموتى؟ لا احنا ما نعملوش الامور هذه. لا هو ما ثماش لا عشاء موتى لا شيء، هو حتى في السنه ما ثماش. صدق؟ لا ما لا صدق تحب صدق كيما تحب، لكن ما ثماش حاجات معينه معموله بالاسم هذيك هذه لا. اللي هو عندك رمضان، عندك العشاء اواخر تقوم فيه بالعباده، وعندك العيد حتى زياره القبور ماهيش سنه في العيد يعني انه سنه لازم. بوك حي؟ لا الله يرحمه. الله يرحمه. باش تمشوا له هذا؟ اي نمشي له، لكن معناتها نمشي له هذا زياره عاديه يعني، مش خاطر هو عيد نمشي له. يعني كي جيت وتزور ماهيش مش بالضروري يعني. اي مش مربوطه باي شيء، هذيك كلها تقعد بالاعراف يعني. ثم العرف وثم الاصل والفقه ما فيش شيء، لكن الناس تعودوا على الامور هذه ولاو مستانسين بالوضع هذا. ولو انه سؤال خاص جدا، المراه مسلمه وولدك مسلم، علاش ما جيتوش عيدتوا مع بعضكم الناس الكل؟ احنا والا امكم مشيت عيدت معاكم باش تعملوا عيد مع بعض؟ خاطر هم المدرسه نتاعهم ما توافقش العطله نتاعي يعني. هم المدرسه نتاعهم رجعوا، هي مدرسه وولدي مازال صغير في المدرسه، فممنوع هذيك تخرج ولدك من الدراسه. يعني ممكن حكايه تقريبا جملين اذا كان خرج ولدك من المدرسه خارج يعني. احنا لا يمشي يجيب شهاده طبيه ويجي. لا هو فما برشا ناس حتى يقتلوا عائلاتهم كل مره يقولوا هاو خالي مات هاو عمي مات هاو برشا مات وهم ماتوا حد. لكن كيف يفيقوا بهم ولا يلقاو ما هم مربوطين بالمطار زاد. اذا كان اسم الفلاني خرج بالمطار يتعرفوا عندهم انه خرج، فيقولوا له انت كيفاش خرجت بولدك كل شيء في وقت تاع دراسه يخطيوه الامور. فلكن في العيد الكبير فما عطله مناسبه مع بعضنا، فنشوف العيد الكبير وان شاء الله يصير. ان شاء الله يصير. ان شاء الله. ان شاء الله يصير.